كلمة السيد رئيس الجمهورية. شكرا 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 شكرا. كل سنة وانتم طيبين. شكرا. بسم الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأبناء عمال مصر، السيدات والسادة، أتحدث إليكم في عيد العمال. أتحدث لعمال مصر وعاملاتها ولأبناء الشعب بكافة محافظات الجمهورية. سيظل العمال كعهدهم في طليعة حركتنا نحو الحاضر والمستقبل الأفضل، وأنني إذ أشاركهم احتفالنا السنوي بعيدهم أؤكد تطلعي لدورهم وإسهامهم في المرحلة الهامة المقبلة إن شاء الله. لننطلق معا بالعمل والإنتاج نحو آفاق جديدة لعمال مصر ومستقبل الوطن. إننا مقبلون على هذه المرحلة بثقة وعزم وأمل بعد أن وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح. نمضي في خطوات جديدة تحقق معدلات أعلى من الإنتاجية والإنتاج والصادرات، ومعدلات أعلى من الاستثمار والنمو والتشغيل، تتيح المزيد من فرص العمل، تفتح أبواب الرزق للمصريين، وترتقي بأوضاع العمال ومستوى معيشتهم. إنني ونحن نتأهب لهذه الانطلاقة الجديدة أقول لعمال مصر: سوف تجدونني دائما إلى جانبكم. طب ما كمل. شكرا شكرا شكرا. أكرر أقول لعمال مصر: شكرا شكرا شكرا. إنني شكرا شكرا شكرا. إنني ونحن نتأهب لهذه الانطلاقة الجديدة أقول لعمال مصر: سوف تجدونني دائما إلى جانبكم، حافظا لعهدي معكم، منحازا لقضاياكم وحقوقكم ومصالحكم،
ومتصديا لكل من يحاول الانتقاص من هذه الحقوق. شكرا. الإخوة والأخوات، أستعيد اليوم لقاءات العديدة بعمال مصر في احتفالنا السنوي بعيدهم وبشتى مواقع الإنتاج. أستعيد ما حققناه خلال السنوات الماضية، كيف كانت قاعدتنا الصناعية وأوضاع عمالنا وكيف صارت اليوم. إن ما شهده قطاع الصناعة من تغيير وتطور هو جزء مما شهدته مصر، الدولة والاقتصاد والمجتمع، فانتقل بنا من معطيات الستينات لمتطلبات القرن ال21. وصلنا تشجيع الاستثمار المصري والعربي والأجنبي، فصارت لدينا مدن صناعية متطورة قامت بأيديكم وعلى أكتافكم، تأخذ بأحدث تقنيات العصر، تتيح فرص العمل، تمتلك القدرة على المنافسة في السوق المصري وأسواق العالم. كما قمنا في ذات الوقت بإصلاح وتطوير الأصول المملوكة للدولة لدعم قدرة شركات قطاع الأعمال العام على المنافسة. بتطوير إدارتها وضخ استثمارات مباشرة للإحلال والتجديد والصيانة ولتقليص خسائر الشركات المتعثرة وتسوية مديوناتها. قمنا بذلك واضعين نصب أعيننا تحقيق استقرار أوضاع العاملين والنهوض بها. وبرغم ما حققناه فلا تزال الحاجة قائمة لمراجعة دقيقة للتشريعات الحاكمة للعلاقة بين العمال وأرباب الأعمال، بما يحقق عدالة وتوازن هذه العلاقة وتفعيل الرقابة عليها والتزام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية. إنني أطالب الحكومة والبرلمان بالعمل على إنجاز تعديلات القوانين ذات الصلة على نحو يحقق الزيادة المطلوبة في النشاط الاقتصادي والمزيد من الاستثمار وفرص العمل، ويسمح في ذات الوقت بتخارج الشركات في حالة اضطرارها لذلك، مع توفير الضمانات القانونية للحفاظ على حقوق العاملين، بما في ذلك أولوية سداد مستحقاتهم المالية بضوابط تضمن الوفاء بهذه المستحقات دون مماطلة أو إبطاء، ودون الإخلال بحماية مستحقات باقي الدائنين.